مساء النور لكل المغاربة فين ما كانوا. نباش القبور، أكادير، وغنشيش، جسم سالب و عناوين ديال روايات كبيرة وعظيمة جدا كتبها الروائي المغربي السوسي الأمازيغي العظيم محمد خير الدين. هذا كان كيكتب بلغة عربية جميلة جدا، ولكنه كان يكتب بفرنسية جميلة جدا 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 بشهادة كبار الأدباء الفرنسيين والشعراء الفرنسيين كذلك. كان عنده واحد اللمسة الشعرية جميلة جدا. علاش كنهضر عليه هذه الليلة؟ لأن هذا السيد ذكر وكتب في الكتابات ديالو شجرة الأركان، وهضر على العظمة ديال الشجرة والقيمة الكبيرة اللي كتميز بها الأركان واللي ميزات المملكة المغربية عبر سنين طويلة. كتب عليها في الستينيات القرن الماضي، ماشي في سبعينيات القرن الماضي فاش اكتشفتيها انت السي تبون. كاينه قدام ديك الارض وهي كاينه هذيك شجره الاركان. وبالتالي انا كنقول كيف ما هو كان كيكتب على باش القبور، سير نمشي على التاريخ ديال كاتب احسن لك، وحاول تجبد شي حاجه اللي فعلا عندها علاقه بالانسان الجزائري وما تكونش عندها علاقه بالانسان المغربي، وتاخذها وتلصقها لراسك وتبقى تخرج بها عاوتاني الروايات والحكايات الخاويه الواهيه. السلام عليكم.